تخيل داتا سنتر مليانه حركه، اصوات مراوح التبريد بتاعت السيرفرات والليدات اللي عماله تقيد وتطفي، وصفوف ورا صفوف من السيرفرات، كل سيرفر موجود عشان يعمل مهمه محدده. ده كان المشهد قبل كده، مشهد بتهيمن عليه الاجهزه الضخمه وتكاليف متصاعده. بس ورا الكواليس كانت ثوره صامته تختمر، ظهور المحاكاه الافتراضيه للخوادم او السيرفر فيرتشواليزيشن. فبدل ما تكون أنظمة التشغيل والتطبيقات موجودة في سيرفر مستقل، قدمت الفيرشواليزيشن مفهوم تجريد موارد الأجهزة، وبقت تقدر تخلق فيرتشوال ماشين أو أجهزة افتراضية أو في امس على سيرفر فيزيكال مشترك. وده عمل تحول جذري في نموذج إدارة السيرفرات، وده مهد الطريق لمرونة وكفاءة غير مسبوقين. ومع معاناة مديري تقنية المعلومات مع الطلبات المتزايدة لعالم رقمي، برزت السيرفر فيرشواليزيشن كنور أمل في انها تلم كميه السيرفرات المنطوره والكتيره دي وتحقق وفرات كبيره في التكاليف. وبدات الرحله لبنيه تحتيه للاي تي بمرونه وكفاءه اكبر. بص، من اهم مميزات السيرفر فيرتشواليزيشن ان هو بيقدر يفصل البرامج والاوبريتنج سيستم عن الهاردوير، مش بتبقى مقيده بوجود فيزيكال سيرفر. فالفيرتشواليزيشن ممكن تشغل اكتر من فيرتشوال ماشين، كل واحده بتشتغل بنظام تشغيل مختلف وتطبيقاته الخاصه على هوست فيزيكال سيرفر واحد. محتاج لسيرفر جديد بسرعة لمشروع بالغ الأهمية، مش محتاج تشتري أو توفر فيزيكال سيرفر. كل اللي عليك تشغل جهاز افتراضي في دقايق، وتخصص جزء من الشيرد ريسورسز واللي ممكن تزودها بعد كده بنفس السهولة. بتواجه زيادة في عدد الزيارات على موقع الويب، بسهولة هتقدر تزود الشيرد ريسورسز لسيرفرات الويب، وده بيضمن الأداء الأمثل من غير أي تحديث للأجهزة. السيرفر فيرتشواليزيشن بيمكن اداره الاي تي ان هي تتكيف مع المتغيرات والمتطلبات بشكل سريع جدا، وده حاجه مهمه جدا في عالم الاعمال المتغير النهارده. الفيزيكال سيرفرز التقليديه عاده بتشتغل بكفاءه منخفضه عشان البروسيسور والميموري والستورج اللي هم قيمتهم عاليه مش بيتم استخدامهم احسن حاجه. السيرفر فيرتشواليزيشن بتعالج عدم الكفاءه في استغلال الريسورسز، عشان هي بتعمل دمج للود بتاع كذا ابلكيشن على عدد اقل من الفيزيكال سيرفرز. فالفيرتشواليزيشن بتشتغل على زياده استخدام الموارد الى اقصى حد ممكن. تخيل فيزيكال سيرفر شغال بنسبه 20% من قدراته. باستخدام الفيرتشواليزيشن ممكن للسيرفر نفسه استضافه كذا فيرتشوال ماشين تانيين، وكل فيرتشوال ماشين ممكن تستخدم جزء من الريسورسز المتاحه. وده مش هيقلل عدد الفيزيكال سيكيورتي المطلوبه وبس، ده هيقلل كمان من استهلاك الطاقة ومتطلبات التبريد. فالنفقات المخفضة على الأجهزة وعلى فواتير الكهرباء وعلى المصاريف الإدارية بتخلي الاي تي انفراستراكشر أقل حجما وأكثر كفاءة من حيث التكلفة، وده بيمثل زيادة العائد على الاستثمار في الاي تي لأقصى حد.